ناوية تستغني عن بوزك ولا ايه؟ الرجالة ما بتطقناش يا اما بسبب البوز او بسبب المصاريف والحالة الاقتصادية، فانا قررت احل مصروف البيت معلش الا البوز. اهلا بيكي في اول حلقة من حوشي عشان تعرفي تقفشي. قبل ما نبدا في اي خطوات في شويه حاجات لازم تعمليها. اول حاجه ان لازم تقعدي مع جوزك وتفهميه انكم ناويين تعملوا بلان لمصاريفكم بعد كده. طبعا لك ان تتخيلي ان هو من الفرحه هيصرف زياده، يا ريت تستغلي الموقف لان انا وانت عارفين انك ما عندكيش هدوء. بغض النظر عن 9 قمصان، 7 بلوفرات، 8 بناطيل، 5 جواكت، 9 تيشيرتات، على شويه بقى كارديجان، على سكارف، على كام شوزيه. الكرسي اللي اصلا عليه هدومنا من واحنا في 6 ابتدائي، كل الحاجات دي ما تلزمناش وبجد لبسناهم قبل كده. اي حاجه كل اللي تحت البلاطه هيطلع. انا مش قصدي نصرفه، وامازون اللي انت قاعده ما تقولي لي انا مش في البيت ده عشان معكيش فلوس، يا ريت ترجعيه خالص عشان مش هنجيبه. انا قصدي ان كل حاجه تكون مكشوفه مش نصرفها. يعني اي حاجه معاكوا تحت البلاطه، فوق الثلاجه، الاماكن الغبيه اللي بنحطها زي علبه الذهب عشان الحرامي ان شاء الله لما يجي يسرق الذهب يلاقي معاها اكسترا فلوس. لازم تبقوا صريحين مع بعض انتوا الاثنين، ومفيش حد فيكم يحوش حاجه من ورا التالت. حاجه لازم نسال ايه اولوياتنا. وانا مش قصدي على الموتوسيكل اللي انت ناوي تجيبه، ولا اوفر الميك اب اللي طار منك في البلاك فرايداي فانت عايزه تعوضي. انا قصدي على الكهرباء، الميه، ايجار البيت، مصاريف المدرسه، يعني الحاجات اللي احنا ما دفعناهاش احتمال نتحبس. ملخص كده كل اللي احنا قلناه: اول حاجه ان انتوا الاثنين تكونوا متفقين ان احنا هنعمل بلان لمصاريفنا اللي جايه. تاني حاجه ان يبقى في صراحه بكل اللي معانا، مفيش اي حاجه مستخبيه كده ولا كده. تالت حاجه والاهم انكم تكتبوا كل الاولويات اللي عندكم اللي انتوا كده كده غالبا مش هتعرفوا توفروا فيها. في شويه حاجات كبدايه هتعرفي تقفشي وانت بتحوشي.